اوعي تكوني بقى لسه بتصبعي الكفته صباع صباع، هاتيها في الصينيه حطيها، وبجد متاكده هترجعي تشكريني عليها. هاتي كده نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنحط عليهم بصله مبشوره، ونحط عليها شويه كده من الكزبره، حوالي معلقتين كبار من كزبره خضراء، ومعلقتين كده من الفيجيتار عشان لو في اي سوائل تمتصها. ومعايا بقى ملح وفلفل اسود وبهارات، وبس كده هقلب كويس. ممكن نحط كمان بابريكا شويه صغيره مدخنه، وهقلبهم بقى كويس جدا جدا بالشكل ده. حسيت ان هي خشنه شويه فحطيتها في الكبه كده، خدت لفتين وبقت ناعمه بالشكل ده. وجبت بقى صينيه دهنتها كده معلقه من السمنه، وابتدي ان انا افردها كويس جدا جدا في الصينيه على الاطراف كده بالشكل ده. وممكن بقى بالنشابه كده الصغيره تفرديها عشان تضمني ان هي كلها تبقى نفس السوا. وهتجيبي بقى معلقه او اي حاجه كده ونعمل شكل اكنك عاملين صوابع، بس تبقى متساويه كده في الصينيه. وبعد كده هدخلها عادي الفرن، بتاخد معانا تقريبا نص ساعه واقل من نص ساعه. وقطعت بقى بصل كده وطماطم وفلفل رومي، هرش عليهم كده ملح وفلفل اسود ورشه كده من الزيت، وادخلها بقى الفرن. بس كده بتاخد معانا حوالي نص ساعه، وبتطلع بقى بالجمال ده. بصيلي بقى على التحفه، اللهم بارك، احلى كفته مشويه من غير بقى ما تصبعي صباع صباع ولا تتعبي نفسك. وطالعه ما شاء الله كميتها حلوه جدا، وحاجه كده قمر وطريه وجوسي ومش ناشفه خالص، حاجه كده تحفه. وطبعا ادام كفته بقى يبقى رز كده بسمتي، وكان بجد طعمه جميل قوي. وهنقلبه كده كويس، نسويه في الطبق، وبعد كده نرص عليه الكفته والخضار بقى بصوا في مكان تاني. وطبعا بقى اعملي معاه شويه طحينه يا جماعه، عايزه اقول لكم اللهم بارك كان طعمه تحفه قوي. طبعا عملت معاكم الرز البسمتي كتير، لو عايزينه قولوا لي في التعليقات وانا انزله لكم مره تاني. اللهم بارك بقى طعمه تحفه مع صوص الطحينه بقى وكده، والكفته بقى بالعيش مع البصل اللي احنا شويناه ده بصوا في مكان تاني خالص. جربوها بالتتبيله دي كده وسقسقه الطحينه، وان شاء الله تعجبكم. متنسيش بقى لايك الفيديو ومتابعه الصفحه عشان يوصلكم ان شاء الله كل فيديو جديد ننزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.